طيب كايسيدو ازاي هيقدر يساعد تشيلسي في الموسم ده؟ اذا فرغبه اللاعب الاولى هي اللي خلته يتحرك من برايتون لتشيلسي مش لليفربول. تعال نعرض مع بعض الارقام. كايسيدو الموسم اللي فات كانت عامله ازاي في الدوري الانجليزي عشان تعرف هو ليه فعلا دفع فيه 115 مليون يورو. افكار ديزيربي دي ما كانتش ينفع تنفذ على ارض الملعب الا لما يكون عنده شويه لعيبه تقدر تنفذ افكاره. من ضمن اللعيبه دي كانت كايسيدو في برايتون. مثلث سيرتشي السنه الجايه هيكون متكون من 3 لعيبه، هيكون من كايسيدو وانزو فرنانديز وفوقيهم نكونكو. المركز ده مهم جدا لكنه اندر ريتد جدا عشان مش بيجيب اجوان ومش بيشارك كتير في الهجوم. حلو الدخله دي. لو هتسالني عن سبب تالق برايتون الموسم اللي فات ووصول النادي الى الدوري الاوروبي فهقول لك كان فيها كذا عامل. اول حاجه بدايه من مدرب جراهام بوتر، جراهام بوتر كان هو بدايه التالق مع برايتون بغض النظر عن ادائه مع تشيلسي. شتان ما بين جراهام بوتر مع برايتون ومع تشيلسي. بعد ما جراهام بوتر مشي جه مدرب عبقري تاني اسمه ديزيربي، المدرب اللي جوارديولا قالك عنه انا بسرق منه افكاري. لكن افكار ديزيربي دي ما كانتش ينفع تنفذ على ارض الملعب الا لما يكون عنده شويه لعيبه تقدر تنفذ افكاره. من ضمن اللعيبه دي كانت كايسيدو في برايتون. كايسيدو هو واحد من اهم اللعيبه اللي كان موجوده في منظومه برايتون الموسم اللي فات، وهقول لك ليه وهقول لك بالارقام كانت ارقامه عامله ازاي. وانا الحقيقه بستغرب الناس اللي بتقول ما ينفعش تدفع فلوس كتيره مركز نص ملعب المدافع، لان الكلام ده طبعا مش صحيح. المركز ده مهم جدا لكنه اندر ريتد جدا عشان مش بيجيب اجوان ومش بيشارك كتير في الهجوم. كمثال مثلا كانتي مع تشيلسي مع توماس توخيل لما خدوا الشامبيونز ليج في نص النهائي قدام ريال مدريد ماتشين كان مان اوف ذا ماتش، وفي النهائي قدام السيتي كان مان اوف ذا ماتش، مع انه ما جابش ولا جون ولا عمل ولا اسيست، لكنه اداؤه القوي جدا ده خلى تشيلسي يقدر يتاهل النهائي ويفوز بالاخر بالبطوله. اذا فمركز اللاعب رقم 6 هو مركز مهم جدا وتقدر تدفع فيه فلوس كتيره، ومش خساره ان فعلا مركز مهم لكن الاعلام مش بيركز عليه قوي. كايسيدو هو واحد من احسن اللاعبين رقم 6 في الدوري الانجليزي الموسم اللي فات، ولو اتفرجت اول امبارح على ماتش تشيلسي وليفربول هتفهم ليه الخناقه دايره على كايسيدو بالمنظر ده. برايتون كان اوريدي خلص مع ليفربول على كلام يورجن كلوب، قال لك احنا اتفقنا خلاص مع النادي، لكن اللي تعطل الصفقه ان كايسيدو رفض يروح الكشف الطبي بناء على رغبته وعلى كلمته اللي اتفق بيها مع تشيلسي. اذا فرغبه اللاعب الاولى هي اللي خلته يتحرك من برايتون لتشيلسي مش لليفربول. تعال نعرض مع بعض الارقام. كايسيدو الموسم اللي فات كانت عامله ازاي في الدوري الانجليزي عشان تعرف هو ليه فعلا دفع فيه 115 مليون يورو. مبدئيا كايسيدو الموسم اللي فات كان هو تاني اكتر واحد قدر يقطع الكوره من اللاعبين ب 100 تدخل، 100 تدخل صحيح قدر يقطع الكوره من الفريق المنافس، وده تاني رقم بعد داكران رايس. كايسيدو كان لاعب برضه رقم 2 في الانترسبشن ب 56 مره، والانترسبشن هو قطع الكوره لما توصل من لاعب الخصم للاعب تاني والكوره الرايحه بيقطعها، وقدر يعمل الرقم ده ب 56 مره برضه بعد داكران رايس. عشان كده داكران رايس دفع فيه فلوس كتير قوي لما راح ارسنال. هتقول لي طب هو عنده مشكله ان هو مش بيهاجم. هو فعلا مش بيهاجم، هو مش بيجيب اجوان ومش بيعمل اسيستات ومش بيشوط على الكوره، لكنه عنده رقم كويس. 17 مره فريق برايتون قدر يشوط الكوره على الجون بعد ما الكوره كانت بتقطع من كايسيدو وتوصل للاعب تاني، بمعنى كايسيدو اوريدي بيتقدم في الهجوم معاهم لدرجه ان هو بيقطع الكوره يباصي لواحد اللعيب ده يشوط على طول. فكايسيدو طبعا دوره الاساسي الدفاع، لكنه برضه بيقدر يساهم في الهجوم بس مش بشكل مباشر. كايسيدو لاعب صحته كويسه، مش بيتصاب كتير. الموسم اللي فات لعب 37 ماتش من 38 جوله، يعني ماتش واحد بس اللي غاب عنه. كايسيدو هو اللاعب رقم 2 في الدوري الانجليزي تمريرات صحيحه ب 89%. اللي ناس كتير ما تعرفوش ان كايسيدو احيانا بيلعب باك يمين، فده هيقدر يساعد تشيلسي لو بوشيتينو حب يقلب الخطه زي ما بيلعب بظهير وهمي زي ما جوارديولا بيعمل مع مانشستر سيتي. هيقدر يساعده ان هو ممكن يلعب الثالث يمين ويدخل جيمس هو في نص الملعب. مش ده المركز بتاعه الاساسي لكنه من ضمن المراكز اللي بيقدر يجيبها، نص ملعب دفاع او ظهير ايمن. طيب كايسيدو ازاي هيقدر يساعد تشيلسي في الموسم ده؟ مبدئيا برضو لو اتفرج اول امبارح على ماتش تشيلسي وليفربول هتلاقي ان انزو فرنانديز كان بيتقدم كتير للامام، وفعلا عمل ماتش كويس وباصى 17 تمريره صحيحه في الثلث الاخير من الملعب، ده وهو بيلعب يعتبر مش وراه ولا ارتكاز. جالاجير لاعب مش كويس قوي، ما يقدرش يلعب في تشيلسي. لاعب يتالق في فرق ثانيه زي كريستال بالاس وبورنموث، كان عامل شوط اول سيء جدا والشوط الثاني بدا يتحسن، لكنه مش اللاعب اللي يتسند عليه انزو فرنانديز. فبمعنى كايسيدو لو موجود كان هيقدر انزو فرنانديز يتحرر اكتر ويقدر يهاجم اكتر. مثلث سيرتشي السنه الجايه هيكون متكون من 3 لعيبه، هيكون من كايسيدو وانزو فرنانديز وفوقيهم نكونكو، وانا اعتقد شايف ان ده نص ملعب كويس زي بالظبط ما كان هيكون كويس في ليفربول لو كايسيدو كان راح ولعب مع ماك اليستر ولعب مع سوبوزلاي. كايسيدو امبارح خلاص مضى مع تشيلسي، وهنقدر نشوف الجوله الجايه ان شاء الله معاهم في الفريق اساسي مع انزو فرنانديز لحد ما نكونكو يقدر يرجع من الاصابه.